السلام عليكم كده. حلقه جديده من مزازه كوره تقديم باذن الله تعجبكم، وحلقه جديده من مزمزه في الفانتازي ما قبل الجوله الثامنه. للاسف الجوله اللي فاتت كانت جوله مش لذيذه خالص، وتقريبا معظم الكابتن خيشت الا مثلا لو انت كابتن تعدي من نيوكاسل او ارسنال. الحمد لله موريس ما خيبش زينا في الدبل ده وقدر يتالق. صحيح يمكن موريس بس اتالق ماتش من الماتشين، بس على الاقل الحمد لله عمل حاجه، يعني بدل ما كنا جبناه على الفاضي. بس انا مزعلني حاجه وحيده، وهي اني بعت واتكنز قبل الجوله دي عشان اجيب موريس. واتكنز بقى ما شاء الله يعني قلب الجوله دي تنين مجنح وبيطلع نار من بقه، وعمل هاتريك واسيستين، ده غير بونص، يعني كانت حاجه في قمه العظمه. سيبنا بقى من الجوله اللي فاتت ونتكلم على الجوله دي. انا عارف ان الجوله دي هتكون جوله رخمه وجوله متوقع جدا فيها الافريج يكون قليل جدا. دي اخر جوله قبل توقف الدوري واخر جوله قبل احسن وقت لتفعيل وايلد كارد. هتقول لي ليه احسن وقت لتفعيل وايلد كارد هيكون بعد الجوله دي؟ اقول لك مبدئيا عشان في توقف دوري، فممكن جدا اي لعيبه من عندك ممكن يتصابوا، وتاني حاجه لان بعد الجوله دي هتكون الماتشات لبعض الفرق هتكون اسهل شويه، فبالتالي هيكون احسن انك تفعل وايلد كارد في الوقت ده. بس هقول لك برده حاجه، انا عن نفسي اضطريت مثلا اعمل الوايلد كارد الجوله دي عشان لقيت معظم اللعيبه اللي عندي ماتشاتها متضاربه وهيلعبوا بعض، فلو انت عندك نفس الموضوع فدي الحاجه الوحيده اللي تخليك تعمل وايلد كارد دلوقتي. بس برده ما زلت عند رايي ان احسن وقت الوايلد كارد هو بعد التوقف الدولي، وان شاء الله هعمل حلقه في التوقف الدولي اتكلم فيها عن احسن عناصر ممكن تجيبها في الوايلد كارد. خلينا بقى نخش في مضمون الحلقه، وحلقتنا النهارده برده ان شاء الله بنتقسمها جزئين. الجزء الاول ايه الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي عنينا عليها، الجزء الثاني هو جزء الكابتن. خلينا نبدا كده بالماتشات المستهدفه، وفي رايي اسهل ماتش الجوله دي هو ماتش توتنهام ضد لوتون. سيبنا بقى من حاله التعاطف والرومانسيه بتاعتنا الكدابه، واحنا عاملين كنا بنحك كده في لعيبه لوتون وبنبوس ايديهم ورجليهم عشان يعملوا اي حاجه في الدبل، ونرجع بقى نركنهم على جنب كده يعني ونرميهم على الدكه. هو ده يعني مكانهم الطبيعي. ومن توتنهام طبعا عنينا على سون، بس برده كان في شويه اخبار ان هو بعد الماتش اللي فات حس بشويه الام، فبرده عنينا هل هو هيلعب ولا لا. وعنينا طبعا على ماديسون، وفي الدفاع عنينا على اودوجي، او كمان في دلوقتي بيدرو بورو اللي ارقامه الهجوميه اعلى من اودوجي. طبعا الاثنين مدافعين فرق في السعر ما بينهم حاجات بسيطه، بس يمكن هي الاحصائيات بس هي اللي بتميز واحد عن الثاني. من الواضح ان بيدرو بورو بيصنع فرص خطيره اكتر. تاني ماتش هتكلم عليه هو ماتش استون فيلا ضد وولفرهامبتون. انا قلت ان وولفرهامبتون ما بقاش فريق رخم زي الاول، وماتشاته على ارضه ما بقتش بالصعوبه المنتظره، بس ضد السيتي الماتش اللي فات عمل ماتش كبير جدا. السيتي ما خلقش فرص كفايه عشان يقدر يخترق دفاعات وولفرهامبتون. موضوع ان وولفرهامبتون كسب السيتي ده ممكن تفكر فيه بشكلين. اول حاجه انك ممكن تقول ان فريق زي وولفرهامبتون انه يكسب فريق كبير جدا زي السيتي، ممكن وولفرهامبتون ياخد دفعه معنويه كبيره جدا، وفي الماتشات الجايه مستواه يبقى يكون احسن ويعمل ماتشات كبيره. وممكن الحاجه الثانيه اللي انا شايف ان هي دي الاوقع اللي ممكن تحصل، ان فريق يجي له حاله من الفراغ بعد الماتش كبير ضد السيتي، بعد ما طلعوا الحماس وطلعوا كل حاجه عندهم، فممكن الماتش اللي جاي يرجعوا تاني لمستواهم المتذبذب، خصوصا ان استون فيلا فريق منظم جدا، وما اظنش اوناي امري هيسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. عينك من استون فيلا طبعا على واتكنز اللي جاب هاتريك واسيستين في الماتش اللي فات، وبعد كده ديابي في خط الوسط. للاسف ديابي فيه عليه علامه استفهام وجمود كده، هل هو هيلحق الماتش الجاي ولا هيكون جاهز من بعد توقف الدوري. فتابع كده برضو اخبار ديابي لاخر وقت قبل الديدلاين. من العناصر الدفاعيه طبعا فمفيش غير كاش. لو احنا كنا اتكلمنا ان بيدرو بورو ارقامه الهجوميه كويسه، فكاش بقى ارقامه الهجوميه حرفيا مرعبه. كاش اكتر مدافع في الدوري بيعمل خطوره جوه منطقه الجزاء، غير انه جاب جونين في الدوري. ونيجي بقى لاخر ماتش هتكلم عليه وهو ماتش ليفربول ضد برايتون. صحيح الفريقين هجوميا لا خلاف عليهم، بس دفاعيا عليهم علامه استفهام كبيره، خصوصا برايتون اللي كان لسه بيلعب الماتش اللي فات 6 جوان ومحدش كان متوقع خالص ده. رايي الماتش ده ممكن يكون فيه جزاره تهديفيه، فعينك طبعا على عناصر هجوميه، اما بالنسبه لعناصر دفاعيه فحطهم على الدكه. غير صلاح في عينك طبعا على نونيز اللي هو اكيد هيلعب الماتش الجاي، خصوصا بعد طرد جوتا، وكمان في اخبار ان جاكبو مصاب وهيرجع بعد التوقف الدولي. بالنسبه لبرايتون فطبعا ميتوما جو بيدرو. نيجي بقى لاخر جزء في الحلقه وهو جزء الكابتنه. رايي طبعا الكابتنه المضمونه الجوله دي هي كابتنه سون لو هو طبعا جاهز. بعد سون طبعا ممكن تكابتن مثلا ماديسون او تكابتن صلاح. اما بقى بالنسبه لكابتنه الديفرنشال فاختار لعيبه استون فيلا واتكنز وديابي. هتقول لي ليه ما حطيتش واتكنز في الكابتنه المضمونه؟ فانا في رايي ان واتكنز بينفجر، ممكن ينفجر له ماتش او ماتشين الموسم كله، وباقي الموسم صحيح واتكنز عنده استمراريه كويسه بحسب النقط، كل ماتش مثلا او كل ماتشين يجيب جون، يعمل اسيست، يعمل اي حاجه، بس ان هو ينفجر بشكل كبير برده. وكابتنته شايفه ان هو يكون خيار ديفرنشال اكتر ما هو حاجه مضمونه. من الخيارات الثانيه انك ممكن تكابتن مثلا ميتوما ضد دفاع ليفربول، او مثلا تكابتن دياز او نونيز. الماتش توتنهام طبعا كابتن ديفرنشال لو كابتنت مثلا بيدرو بورو، او لو كابتنت كروزوفسكي لو عندك. دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. اخر حاجه برده بحب استعرضها هي نسبه الكلين شيت المتوقعه الجوله الجايه، واخر نصيحه او مش نصيحه يعني اخر تحذير ممكن اقوله، تخلي بالك برده من الماتشات الاوروبيه، الشامبيونز ليج واليوروبا ليج والمؤتمر الاوروبي كمان، عشان ممكن طبعا يكون في روتيشن، خصوصا كمان ان الجوله دي قبل توقف الدوري ممكن بعض المدربين تحب تريح اللعيبه بتاعتهم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومستني رايكم تحت في الكومنتات هتكابتنوا مين الجوله دي. اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.